السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. الأستاذ ياسر كنتوش أعلن انسحابه رسميا من تمثيل شيرين عبد الوهاب، ويأكد انه جاله تليفون منها وهي كانت في حالة انهيار تام، فهو كان خارج البلاد، فبعت لها 3 محامين من عنده من المكتب، راحوا لشيرين عبد الوهاب، قابلتهم بطريقة وحشة وكلمتهم بطريقة وحشة. وهو الأستاذ ياسر كان سامع صوت حسام حبيب عندها وهي بتستغيث، وبردك المحامين لما راحوا عندها كان موجود هناك حسام حبيب. والأستاذ ياسر بيقول إن في شخص مسيطر عليها، مسيطر على حياتها وبيدمرها، بس ما ذكرش اسمه. طبعا احنا كلنا عارفين هو مين، وطلب من وزارة الثقافة والصحة بالتدخل العاجل، طلب منهم بالتدخل العاجل لحماية شيرين عبد الوهاب. طيب دلوقتي شيرين رجعت تاني لحسام، رجعت له بعد كل اللي حصل ده وكل العذاب اللي حصل لها، بردك رجعت لحسام حبيب. حسام حبيب بيرد بقى على المحامي في وسائل الإعلام المحلية، بيقول أنا موجود مع شيرين في البيت وهي بخير وما فيهاش حاجة ولا في بينا أي مشاكل خالص. أنا مش عارف الأستاذ ياسر ده بيقول الكلام ده ليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا شيرين لما ترجع له أو إذا كانت رجعت له هتتنازل عن كل القضايا وكل المشاكل اللي كانت رفعاها ضده والحاجات اللي عملها معاها. فطبعا صراحة المحامي الله يكون في عونه، يعمل ايه اكتر من اللي هو بيعمله مع شيرين؟ ما انا مش فاهمة يعني حب ايه اللي رابط شيرين بحسام حبيب ده؟ حب ايه اللي يدمرها بالشكل ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا يهديها يا رب. يلا يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.